يعني سامحونا الوقت ضيق، فنكتفي بالاستعاذة والبسملة وهنكمل إن شاء الله. بس هنبدأ بقى في فكرة المنهج اللي احنا هندرس إن شاء الله. هندرس متن الجزرية، لما المواضيع اللي هنتكلم عنها تكون موجودة في متن الجزرية هنروح جايبينها من متن الجزرية. هندرس متن التحفة، هندرس متن السلسبيل، هندرس كل المتون اللي بنسمع عنها، وبعد كده نقرأ الكتب القديمة، وكمان هنحاول نجيب يعني العلوم الباقية. هنتكلم عن الرسم، هنتكلم عن العد. فالموضوع يعني محتاج اهتمام ومتابعة، بس نسأل الله أن يرزقنا التنظيم يعني. فاحنا كده النهارده قرأنا الفاتحة وعلقنا تعليقا إلى حد ما كاملا على الاستعاذة والبسملة. هنبدأ الآن نعرض المنهج يعني بصورة عامة النهارده. نتكلم عنه من بدايته لنهايته كتصور عام. احنا بنتعامل مع الحرف ازاي؟ فركزوا معايا لو سمحتوا. أنا عندي شكرا وريت يا غالي. عندي أنا الآن عاوز أقرأ القرآن الكريم، صحيح؟ القرآن كلام الله. هذا القرآن مكون من جمل، صحيح؟ جمل عربية، وهذه الجمل مكونة من إيه؟ كلمات. وهذه الكلمات مكونة من إيه؟ حروف. الحروف دي اللي هي الأصوات، ودي أقل وحدة يبنى منها الكلام. فلذلك علينا أن نصب اهتمامنا عليها. هضرب لك مثال. أنت عاوز تبني صرح كبير، بناء كبير. البناء ده مكون من طوابق، وكل طابق مكون من عدة غرف. الغرف مش عارف من ايه، تفضل تنزل كده لغايه ما توصل لللبنات اللي هو الطوب. ماذا لو تهاونت في الطوب؟ جبت اجود انواع الدهانات واجود انواع الستائر واجود انواع مش عارف ايه، بس عند اللبنات الطوب يا عم اي حاجه وخلاص، ما هتبقى اسمنت من هنا واسمنت من هنا، هتبقى زي الحديد، ما تخافش. ايه اللي هيحدث في النهايه؟ كل اجود اشياء انت جبتها تنهار، صحيح؟ طب ماذا لو اهتممت باللبنات؟ اولا تحميك حتى لو لم تضف لها الاضافات الثانيه، ثم انها تتحمل ما تشاء. انت عاوز تحط بقى حط، ما يهمكش، تأسس زي ما تأسس، ما انت جايب لبنات قوية. لذلك احنا اول ما بنبدأ ندرس بنبدأ بالحرف، ونقول عليه الحرف مفردا. يعني ايه يا جماعة مفردا؟ يعني بره الكلمات، هاخده بره وابدأ ابص كده الهمزة دي بتتنطق ازاي؟ بعيد عن اي كلمة. الباء دي بتتنطق ازاي؟ بعيد عن اي كلمه. فاهميني؟ طيب لو انا نجحت بفضل من الله تبارك وتعالى واصبحت انطق الحروف نطقا صحيحا، يعني بعرف اقول الف ب. طبعا كتاتبنا ده منهجها، بس احنا ما بنبصلوش البصه دي. يا عم ده في الف ب، المفترض لا يتجاوزها إلا إذا عرف ما قلت لك الآن. اللي هقوله بعد شوية ده مفترض اللي عندك في كتاب ألف ب يبقى عارفه عشان ينهي. لأن بعد الحرف مفردا، الحرف هيروح فين؟ بعد ما انطقه مفردا هيروح فين؟ هيخش الكلمات. يبقى عندي الحرف إيه؟ مركبا، يعني في الكلمات. أركب حرف جنب حرف يعمل لي يا شيخ احمد؟ يعمل لي كلمه. بعد ما احسن ده اعرف اقول الكلمات كويس واعرف انطق الحروف وهي مركبه في الكلمه. انا بعرف انطقها مفرده، والوقت بقت بعرف انطقها وهي جوه الكلمه. طب يا ترى هل انا املك القدره ان انا افضل اقول على طول؟ ينفع
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يعني هتسكع لغاية فين يعني؟ هتقف في النهاية. صح ولا لا؟ يبقى لازم أتعلم الحرف موقوف على. إيه اللي أنت محتاج تتعلمه تاني؟ أنت كده عرفت الحرف مفردا. لسه يعني أما دي العناوين الأم. عرفت الحرف مفردة، صرت تجيد نطق الحروف وحدها كده، تعرف تنطق تقول الحرف منضبطا. طيب وأنا يا شيخ هفضل أقول حروف بس كده؟ ما أنا لازم أنتقل للمستوى الثاني اللي هو الكلمات عشان أبدأ أتعامل. طيب أصبحت الآن تجيد الحروف داخل الكلمات، ولما احتجت إلى توضيح معنى أو انتهى نفسك وأردت الوقوف تعلمت كيف تقف. إيه اللي باقي لك؟ في شيء؟ خلاص، لذلك المنهج بينتهي عندنا خلاص. واضح كلامي؟ طيب أنا علشان أدرس الحرف مفردا محتاج إيه؟ عشان أنا عاوز أتعلم أقرأ القرآن الكريم. واحد بعت لك رسالة على الواتس كده بقول لك انا عاوز اتعلم نطق حروف القرآن الكريم، فانت طبيعة الحال لازم تتأكد انه بيعرف يتكلم ولا لا. طب هو لو اخرس هتبدأ معاه؟ طب لو واحد احباله الصوتية مقطوعة نبدأ معاه؟ بس ده ما شاء الله كل سنة وسنة كده اهو ولسانه يجي قد كده اهو، نبدأ معاه؟ ليه؟ ما عندوش صوت. يبقى الحاجة الوحيدة اللي لابد أتأكد من وجودها الصوت، لأنه من غيرها مفيش أي حاجة. الأول اديني صوت، فلذلك أول حاجة بنتعلمها الصوت، اللي هو اللي بالنسبة للمتقدمين منكم اللي هو الجهر والهمس. هو ده الصوت. أعرف الصوت ده مجهور ولا مهموس، عالي مرتفع ما فيش النفس كصورته المعروفة، ولا منخفض خفي بالصورة اللي هي صورة النفس المعروفة. طب أنا الآن صار عندي صوت أيا كان، وليكن مثلا مجهور إيه رأيك؟ ينفع كده نمشي على كده؟ تقول لي حاجة طول النهار نبقى بالبعض، هنعرف نتعامل مع بعض؟ حتى لو انت اقول لك تقول لي انا مجهور وانت مهموس انا مهموس، في الاخر مش هنعرف نتعامل. ليه؟ عامل بالظبط كده زي مثلا لو زوجتك راحت تخبز وراحت جايبه شوال دقيق وحطيته عجنته اخر تمام، العجينه اهي، هات العيش ما هو هتاخده يا ست طيبين، راحت شايلاه زي ما هو رميها لك في الفرن، هتاكله؟ ليه؟ عجين. ايه المطلوب؟ المرحلة الثانية اللي هي تقطع العجين، تقطعه للصور اللي متعارف عليها، عيش زي ما يكون بقى. ده اللي بيحدث معنا حرفيا، ان احنا بنبدأ مرحلة التقطيع اللي هي الاعتراضات او نسميها كيفية الاعتراض. اللي احنا بندرس فيها حاجة انتوا عارفينها اللي هي الشدة والرخاوة وما بينهم. اللي يعرف الشدة والرخاوة صح يعرف يقطع على الحرف صح. يا ترى هقفل عليه زي ما كنا بنتكلم من شوية، الصوت انت قطعته، الصوت انت مشيته، ايه يا عم ده؟ ولا يا ترى هضيق عليه؟ الكلام ده بنعرفه، ما هو منصوص عليه. بتتعلم انت الطريقة ونقول لك الحرف الفلاني مع الطريقة الفلانية والحرف الفلاني مع الطريقة الفلانية. مفهوم؟ جميل. طب أنا أصبحت الآن عندي صوت وعندي كيفية اعتراض، بالظبط كده زي الخياط اللي حد جاب له توب قماش، جاب له توبين وبنوعين، وليكن مثلا صوف وقطن، تمام؟ وراح مديله تفصيلتين، نوعين من التفصيلات، نوع الموديل
نفترض ده الموديل بتاع التفصيله، الاسلوب. هل يقدر يدوس بقى على طول وقال له بقول لك ايه، انا عاوزك تفصل لي تفصيله فرنجي وتفصيله بلدي، التوبين دول لعيالي، وراح سايبه وماشي، يرجع بعد اسبوع يلاقي يفصل كام جلابيه؟ احسنت، ولا جلابيه. يا عم انا مش مديك التفصيله ومديك القماش، ما جبتش الجلاليب ليه؟ ما خدش المقاس، لان ممكن يطلع عندك 10 عيال عاوزين التفصيله دي وعاوزين نفس القماش. انا بقى اعملها ازاي؟ ما هو لازم مقاسات. المقاسات دي فين بقى؟ اللي هي المخارج، المنطقه. يعني انا طلعت الصوت من الحنجره وبعد كده اعترضته بطريقه معينه، اعترضته فين؟ هعترضه فين؟ اللي هو المخرج. بعد ما بوصل للمرحله دي يكاد تكون حروف العربيه كلها تميزت، يكاد، الا 4 حروف العرب نطقتهم واديتهم نفس الكيفيات. بس نضرب مثال، لو قلنا همس مثلا، خدنا صوت المهموس وخدنا مخرج من رأس اللسان مع صفحات الثنايا، وخدنا اسلوب الرخاوه، وخدنا المخرج اللي انا لسه قايله. ده ينطبق على مين؟ على السين وعلى الصاد. طب انا لما اجي اطبق هطلع سين ولا هطلع صاد؟ هيحدث لخبطه. قال لك طب ما احنا عاوزين نحل، لان الامر ده لم يحدث مع حرفين اثنين، لا ده مع السين والصاد والضاء والدال والظاء والذال، والصاد المشمى صوت ازاي وحرف ازاي. طب نعمل ايه؟ نحلها ازاي؟ قال لك خلاص اخر حاجه ندرسها الركن الرابع اللي هو الحجم، مفخم ومرقق. لما نضيف بقى للتركيبه اللي لسه قايلينها كلمه مفخم ينحصر الامر في الصاد، نضيف مرقق ينحصر الامر في السين، نضيف مرقق ينحصر مثلا في الذال، في الزاي، في الدال، ينحصر لو قلنا مفخم ينحصر في الطاء، في الضاء، في الصاد المشمى صوت الزاي، وهكذا. فدول 4 أركان لما هندرسهم هيبقى عندك المقدرة إنك تنطق أي حرف طالما يدوك. هنسمي دي الإحداثيات. شفتوا كده إحداثيات الأرض؟ لو أنت بتفهم في التعامل مع جهاز الإحداثيات وادوك إحداثيات لمكان في حياتك ما رحته، تعرف تروحه؟ أجيبوني. أيوة تعرف، ما أنت معاك جهاز إحداثيات، تعرف تتعامل مع الجهاز وادوك إحداثيات صحيحة لمكان في حياتك ما سمعت بيه، مش ما رحتوش كمان. هتحط الإحداثيات صح وهتاخدك الجهاز يوديك فعلا هنا، صح ولا لا؟ فإحنا نتخيل إن دي إحداثيات الحرف. تاخد صوته، كيفية اعتراضه، مكان اعتراضه، حجمه. طب خد المفاجأة، هذا يصلح مع كل لغة بشر، ليس مع العربية وحدها. كل لغة بشر أيا كانت اللغة اللي أنت بتتكلمها أو عاوز تدرسها. عاوز تدرس إنجليزي هتديهم الأصوات، واللي دارس لغة بيدرس نفس الكلام ده، هتديهم كيفية اعتراض، هتديله مخرج، هتديله حجم، يديك صوت مع انه ما سمعوش قبل كده. بس هو فكره يقول لك الا بقول لك يا عم الشيخ من المعلومات المقرره عندنا ان اللغه محاكاه، يعني لو ما سمعتش الحرف لا يمكن اسمعه بعد، لا يمكن اقوله. كلامك صح بس عام شويه. انت تعرف يعني ايه جهر وسمعته 100 مره، ما هو الجهر ما بيتغيرش. وعارف يعني ايه رخاوه او شده وعرفتها 100 مره وده ما بيتغيرش. وعارف لما اقول لك في الحته الفلانيه انت دارس خريطه بقك كويس، عارف اسماء الاضراس وعارف مناطق اللسان ايه هي، فلما اقول لك حرك المنطقه الفلانيه ما عندكش معضله. وعارف يعني ايه مفخم ويعني ايه مرقق، يبقى انت سمعت كل ده ضمنا. فالحرف ده انت اتسمع مع انه اول مره انت هتقوله ما سمعتوش قبل كده، بس هو سمع ضمنا. فاهمين حاجه؟ هذا يصلح لكل لغه بشر.
لغايه المرحله دي بتتساوى جميع اللغات بلا استثناء. يعني لما ادرس جهر وادرس صوت وادرس كيفيه اعتراض، كل لغات الدنيا على حد سواء زي بعض. فين اللغات بتتميز؟ من اول المخارج. من اول المخارج تبدا بقى كل لغه تيجي تختار، انا هقف في الحته دي، انا عربي بنطق عين غيري ما بينطقوش، انا لغه عربيه بنطق حاء. بس مش معنى كده اني باخد حاجه مش موجوده هنا. ما هي الحاء هلاقيها همس ورخاء كتير يا غالي، همس ورخاء 8 حروف همس ورخاء موجود. بس المنطقه ده اهي وسط الحد لما هنعرف تبقى حاء. لغايه كده احنا فاهمين الفهم العام، التصور العام. احنا لما بنيجي ندرس حرف، احنا بعد ما نخلص الكلام ده هديك جدول، هتلاقيه في الكتاب جدول كاتب لك كل اللي ممكن يحصل في الحرف. كده يعني زي ما انا بعملش ده، ما هواش سر شويبس زي ما بيقولوا، وهي القضيه كلها بمسك الاربع اركان واشوف هو الحرف ده. وليكن نضرب مثال، مثلا حرف الباء. الباء مجهور، فانت تقول ايه؟ وفي ناس بتهمسه يا رب يا رب. ويجي في القرايه يقول تبت يدا ابي لهب وتب، ويفكر ان هو عمل ايه؟ القلقله، مع انه همسه. يبقى انا عملت ايه؟ شفت اول ركن واديني من خبره سماعي، يا ترى في حد بيقع في الركن ده؟ ده في ناس بتهمسه، ده في لغتنا العاميه كل الناس بتهمسه يا رب. الناس كلها بتقول كده. سمعت حد مثلا هو بيلجأ يا رب يا رب يا رب، انت نفسك عماله ده صحيح عشان دي لهجه. فانا بنتبه، ابص هنا، طب هو الباء شديد، والشديد ده يعني لازم يتقطع. طب ده انا سمعت واحد بيقول رم الحمد لله رب العالمين، سمعته. ده في غلطه بيحدث ان الصوت بيفضل يتسمع زنه كده، وده غلط. شوف احنا بنعرفها كده، هي الغلط. نيجي هنا وهنا كذلك المخرج. طب يا ترى ممكن حد ينطق الباء من غير مخرج؟ نادر، فما تلاقيش غلطه هنا. طب ممكن حد يقراها مفخمه؟ كتير، بالباطل بالباطل كده. فانت لما بتحفظ دول بتحفظ حتى الامراض اللي ممكن تطرأ على الحرف. مفهوم كلامي؟ طيب بعد ما بنخلص دول بيصبح عندي نوعين من الحروف، حروف ماديه عارفينها طبعا، حروف المد الثلاثه، وحروف غير ماديه. ايه الحروف الغير ماديه؟ كل الحروف بعد حروف المد من اول الهمزه لليه، كل. خلاص كده؟ ليه احنا فصلناهم كده؟ ما تسالش ليه. لان احنا كل موضوعنا استقصاء، بس احنا بنتتبع. هم عملوا كده، فوجدنا ان العرب بتتعامل مع النوع ده غير النوع ده. طب ازاي؟ الحروف الغير ماديه وجدناهم في لغتين وفي تلاوة القرآن. الحرف معرض لحالة من حالتين، ما لهمش ثالث. لا إما ينطق أنطقه، يعني نطق واضح بين أحقق فيه الأربع حاجات اللي اتعلمتهم، أو لا ينطق. لا ينطق خالص. طب لا ينطق خالص كده ميزان الكلمة هيقل. لا، ما هم لا ينطق الثاني نعمله دبل، يبقى ايه؟ ينطق مرتين، بعده ينطق مرتين، ما بعده ينطق مرتين، اللي هو التشديد. طب ايه الكلام المكلكع ده؟ هم دول المصطلحين اللي احنا هنيجي ندرسهم، اظهار واضغام. بس معنى الاظهار ان انا انطق الحرف عادي جدا زي ما اتعلمته هنا، ومعنى الادغام اني ما انطقوش وانطق اللي بعديه مرتين. بس ادي الموضوع.
طب والإخفاء، ما الحاجات دي بقى ما بينهما، هو ما بيحدثش مع كل الحروف. أنا هنا بكلمك عن كل الحروف، ما تحصرش دماغك زي طول ما عمرك شغال مع التجويد نون ساكنة ميم ساكنة لما خلاص هو ده التجويد. لا، التجويد من الهمزة للياء. التجويد في الحركات، الفتحة والكسرة والضم، تجويد كله تجويد تحسين، مش محصور في حاجة بعينها. خلاص؟ فيبقى الغير مادية هو ده الموضوع بتاعه، الإظهار والإدغام وما بينهم. خلاص اتعلمتوا، ببدأ أنقل على المادية. يا ترى المادية إيه؟ المادية إما إن أنا أتركها كما هي، الحرف كما هو، لا أزيده، وأمنعه أنا أيضا من الزيادة. اسمك إيه يا حصري؟ حصري نام، رحمة الله عليك. اصحى يا كبير، والله حدوتة جميلة. وصحي الشاطر حسن. خلاص طيب ركز معايا، روحي انت صحيت خلاص، انا فضحتك. مادية، الحروف المادية ديت اما هي قابلة دايما اي حرف مد. بص فاتح صدره معاك كده، خد نفس وتعالى يا كبير. ما يقولكش لا حرف مد يا عم. انا بقى لما بتعلم عند الشيخ بيقول لي اوعى تمد. انا اول ما قعدت كده لقيت صوتي حلو، قلت له وإذ قال ربك، قال لي اللي انت عملته ده. قلت له ما كانت جايه وماشيه، الحرف حلو كده وماشي. قال لي ما هو بيقبل، انت اللي لازم تمنعه. فنقول المنع ده اسمه ايه؟ قصر. وفي حالات نسيبه يمد بس برضه مش براحته، بقواعد معينه. فهتلاقي الموضوعين اللي احنا بندرسهم في الماديه، القصر والايه؟ والمد. المد بقى بانواعه واحكامه وحاجه، بس تدرس دراسه شامله، مش دراسه عامه. يعني ايه الحاجات الصغيره لا، عامه، تصور عام مع ادق التفاصيل من جوه تبقى عارفها. واضح كلامي؟ بس لما بيبقى عندك نظره شموليه كلامك ما يتضاربش، ما تروحش انت ناخع قاعده من دماغك وبعد دقيقتين نقول لك طب الكلمه دي مش منطبقه على، ما هي دي شاذه. شاذه؟ طب الكلمه، طب دي برضه مش، ما هي دي برضه شاذه. تلاقي الشواذ اكتر من اللي انطبق عليهم القاعده. ده خطا. ليه؟ ايه اللي بيوقع الناس كده؟ انه ما بيدرسش العلم دراسه شامله. المفترض ما تتكلمش في العلم الا ما تجيب اخره، لان في اوقات لا يتضح اول جمله فيه الا باخر جمله. فده اسمه علم مترابط. هو ما خدش اخر جمله فعمال يفتكس بقى، ولما نجي عند اخر جمله يروح ضارب كل اللي قاله. فانت مسكين. نركز كده، احنا بفضل الله تبارك وتعالى خدنا الحرف ايه؟ خدنا الحرف ايه؟ فاصبحت الان مجودا، تقدر تنطق حروفك تمام. بس عندك مشكله ان انت بشري، رئتك قد كده، مهما طال نفسك كبيرك بتقرا 3-4 اسطر ولازم ينتهي النفس. تعمل ايه؟ لازم تقف عشان تبدا تسحب نفس ثاني. صحيح؟ او نفسك عملاق بس المعنى خلص، لو وصلته باللي بعديه لبست في الحيطه، اديت عكسه تماما. تفهمون؟ لازم تقف عشان المعنى يبان. في المهم في الحالتين، سواء انت كنت تعبان او مضطر لتوضيح المعنى، لازم. فلما نيجي نقف هيبقى انا عندي سؤالين. انا كده كده خلاص اضطريت للوقف، فيبقى عندي سؤالين. مين عارفهم؟ كيف أقف؟ أين اللون؟ يعني أنت راجل طيار وقوده خلص، فعاوز يعمل إيه؟ في بنزينة في الجو؟ لازم يعبي بنزين، فبيبقى أول بحث قدامه إيه؟ أين أنزل؟ أين أقف؟ والله وقع اختياره على مكان معين، فبيبدأ السؤال الثاني يطرح نفسه، كيف أقف؟ كيف أنزل؟ ممكن ينزل مثلا
فمهبط في البحر، واكيد هيكون مختلف عن المهبط الموجود على اليابسه على الارض. ده مهبط وده مهبط، ففي اسلوب. يعني انا عاوز اقول لك ان ده امور عقلانيه مش مجمده، مش احنا حافظينه خلاص زي الناس البقر اللي تقول لك ايه حاجه ناس قالوها في القرن الاول، كيف تطالبني بيها في القرن ال21؟ اطالبك بيها في القرن ال700، لان هو العقل مش هيجيب غيرها. العقل البشري مهما تقدم هو اخر هو كده، لان هو ده الصواب. فنفس القصه انا بوضح لك ان دي امور عقلانيه، فانا طبيعه الحال هسال ايه؟ اين اقف؟ طيب اخترنا خلاص، اين اقف دي مش بتاعتنا احنا قوي. احنا هنا يعني اساسنا علم الصوت، بنلمس بقى واحنا ماشيين كده في الصرف، نلمس كده تلميس، تمام؟ اين دي اللي يحكمها قوي؟ اللغه بقى كلها. عاوز تبقى انت معلم في اين؟ تدرس لغه من الالف للياء. طب العلامات موجوده، احمد الله عليها والتزمها. الجيم تقابلك وقف، القله تقابلك وقف. بس الصيري كمان لو نفسك قصير تقابلك وقف. بقيت معلم بس مش بمجهودك، وده مش مشكله، احنا امه مبنيه على بعضيها. انما انت بقى لا، ده انا معلم وفعلا دارس لغه وتمام التمام، اجتهد انت بقى. الوقف توفيقي مش توقيفي. الوقف ايه؟ توفيقي، انت براحتك. القرآن حمال ذو وجوه. المهم ما تروحش تعك وتدي معنى غلط. اجتهد انت براحتك. طب انا لسه مش في المستوى ده، قلت لك الحل بين ايديك وانت احفظ علامات الوقف خلاص. طيب كيف بقى؟ لما اختار المكان اللي هقف فيه، كيف دي بتاعتنا احنا. انت لازم تبقى عارفها عشان ده مجالك. اين دي اللي هو الوقف التام، هتعرف بعد كده التام والكافي والحسن، وما كانش منهم يبقى قبيح. كيف 6 طرق. الاصل فيها السكون، لان ده المتناسب مع او انت بتقف ليه؟ تعبان يا عم. طب تعبان؟ ريح. ما الحركه دي محتاجه مجهود، عشان اضم بعمل كده. مش دي طاقه الوقت اتبذلت عشان افتح، لازم افتح بقي. انما عشان اسكن بسيب كل ده، فيتناسب مع حاجه الواقف. فاهمين؟ فيبقى الاصل السكون. كمان عندي حاجه اسمها الروض، وعندي الاشمام، وعندي الحذف، وعندي الاثبات، وعندي الابدال. هتقف بحاجه من دول، وممكن تقف بيهم كلهم حسب ما الكلمه تستوعب. مفهوم كلامي؟ بس ده كده المنهج بتاعنا اللي احنا بندرسه، بس هندرسه بقى بالتفصيل. واي متن انت سمعت بيه او ما سمعتش بيه طالما بيتكلم في التجويد هينصب هنا. بس بقى ايه؟ بيبقى بنوضح دي اساسيات دي فرعيات. يعني انا هضرب لك مثال. لما اقول مثلا عبد السلام رمضان من ابو صير مركز بدرشين، اسكت. راح واحد قال لك لا ده من الجيزه، ماشي. تاني قال لك لا 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 القاهره الكبرى، ماشي. قال لك ده من مصر، ماشي. تاني قال لا ده من افريقيا، ماشي. ده من دول بقى حوض النيل. قول اللي تقوله خلاص. كل دي انت ما بتضيفش اضافه جوهريه، مش هيتنقل. هو خلاص احنا عرفنا مكانه من اول وصف، لذلك هتلاقي الوصف عندنا اقل. خد بالك ده ما ينفعش الحرف يفتقد واحد منه، ما يظهرش. دول 4 أركان زي ال4 أركان بتوع الحيطه كده، بتوع الاوضه دي. لو انا شلت ركن من ال4 الان، هل صارت سترا لنا؟ خلاص كشفنا، ما نعرفش نعيش فيها حياه الراجل عايش في منزله. انما طول ما ال4 أركان راكبين خلاص دي اصبح اسمها غرفه
وتصلح لكل ما أعدت له. الحرف كده برضه لازم ل4 أركان. هتلاقي أوصاف كتير زيادة في بعض المتون هنشرحها ونفهمك إيه مدلولها، بس هو مش مدلول غايب عن هنا، هو هنا برضه. مفهوم؟ الصفة طالما أنا ممكن أديها مش بالبركة، لا بتحقيق صفة. يعني هضرب مثال، أنا لما أحقق الشدة أو أحقق الجهر مع الشدة بالمفاهيم الصحيحة هتحدث القلقلة لا محالة، فأنا ما جبتش القلقلة، وهنا وصفي للحرف بأنه شديد ومجهول يكفيني. فاهمين؟ أما أقول مثلا أحقق مخرج السين مع صوته مع طريقته، لازم هيديني صوت مشابه لصوت الطيور. لو أنا ما قلتلكش إنه صفير أنت بتصفر لوحدك، بس لو أنا ما قلتلكش إنه رخو مش هتعرف تعملها، هتعملها اعتباطا كده زي ما تيجي، مش هتعملها بيقين. لازم أقول لك هو رخو أو شديد. لو ما قلتلكش هو جهر ولا همس هتيجي كده ضربة حظ مش ضربة علم. لا يمكن تعرف تنطق لو مش عارف هو جهر ولا همس، لو مش عارف شديد ولا رخو، لو مش عارف مكان مخرجه، لو مش عارف حجمه. ايش الحسن؟ ده يا سيدنا بالنسبه للصفات اللي حضرتك بتذكرها، لكن هي بتشمل اللي حضرتك ذكرها. وهو اصلا في صفات ليس لها مدلولات صوتيه، زي الذلاقه مثلا. جميل، ما هو ده برضه موجود، لان العلوم يعني اخوات، العلوم يشد بعضها بعضا، فده بيحدث في متون كتير. هو الشيخ عبد السلام بيضرب مثال بصفه ملهاش اثر صوتي اللي هي صفه الاذلاق وقبلها الإصمات. يعني هي مش صوت أصلا، دي صفة مرتبطة. طب ليه جابها؟ يعني هو مش فاهم، هو يعني ابن الجزري مش عارف، عارف يا سيدي، عارف وعالم كبير، ده عمدة الفن ده. طب هو جابها هنا ليه يعني؟ عشان هي مرتبطة بالمخارج، بس هي في الحقيقة صفة صرفية بيحكم على الكلمات من خلالها. الصرف هي عربية ولا لا؟ إذا كانت الكلمة تزيد أصولها عن 3 ولا تحتوي على حرف من حروف فر من لب، يحكم عليها بأنها ليست عربية، دي دخيلة. بس طبعا أنا كراجل صوت، أنا بعلمك الآن فن الصوت عشان أقول لك طبق طبق إيه؟ مفيش أثر صوت. أما الحاجات دي كلها لها أثر صوت. في أي سؤال في ما هو على السبورة؟ بالنسبه للرقم الكبير هو الحرف هل في تحتيه عنوان فرعيه ولا؟ ايوه، حروف ماديه وحروف غير ماديه. الحروف الماديه تحتها اظهار وادغام وما بينهما. تاخد قاعده عامه الاول، بعد كده بتاخد الحروف اللي خرجت عن القاعده العامه، تتفاجئ ان هي النون الساكنه والميم الساكنه واللام الساكنه اللي انت بتدرسها طول عمرك، ان دي تجويد، ده اللي خرج عن القاعده العامه فتميز ففصل فيه الكلام. هتاخد الابواب دي، الباقي هتاخد له قاعده عامه في البدايه. والحروف الماديه هتاخد انواع واحكام ومقادير. ايه تاني؟ اتفضل يا شيخ علي. الحروف المركبه هذه الاحكام نتجت من الاظهار والادغام والماده، خرجت من الحروف نتيجه تركيب الحروف. لا مش فاهم. نتيجه نطق الحروف. هو بيقول يعني الماديه وغير الماديه دي خرجت من نتيجه تركيب الحروف؟ لا، خرجت من نطقي، من تنفيذي لهذه الاركان. اصبح عندي حروف موجوده. لاحظت ان فيها حروف ماديه تقبل الزياده، واخد بالك؟ فلما بدات اضعها في الكلمات وجدت اختلاف. يعني من القواعد المقرره ان حروف المد لا تضغم. حروف المد ايه؟ انت بتقول ايه؟ امنوا وعملوا، امنوا وعملوا، ما قلتش امنوا وعملوا. بخلاف ما انك نفس الواو، ذلك بما عصوا وكان، هي نفس الواو بس مش ماديه فبتدغم. عن حجم تفخيم وترقيم.
طبعا هتجد في كثير من الكتب أسباب مؤدية لهذا وأسباب. بص يا غالي، أنت لما بتدرس القراءات الموضوع بيهدأ عندك، كل ما بتزداد تعلم كل ما بتلاقي نفسك إيه؟ يعني لارجة كده والعملية أهدأ معاك. ليه؟ أنت بتدرس في حفص الأول لازم يكون مفتوح بعده ألف كله كلام صح، بس مجرد ما تروح عند ورش تلاقيك بترقق اللي انت كنت بتفخمه، كل اللي كنت حافظه موجود. ايه اللي حصل يا جدعان؟ ده انا كنت وانا بقرا حفص لما جيت بس قلت كثيرا كده يعني ايه ملمسه، الشيخ كان هيشعلقني. ازاي تقولها مرققه ومش عارف ايه؟ قولها مفخمه كثيرا وقلتها. يا دوبك نقلت على الشيخ اللي جنبيه وباجي اقرا ورش فجاء اقول بقى يضل بي كثيرا. كثيرا ايه؟ رقق يا ولد. اقول له دي مفتوح يا ولد، رقق يا ولد، دي بعديها الف. لا اله الا الله. حاضر يا شيخ. كثيرا. اذا يبقى المتحكم في الحجم هي اللغه، الموروث اللغوي، لا الفتحه ولا الكسره ولا الضم، وان كان هذا يستأنس به، بس في الاصل الروايه هي اللي بتحكمك. الروايه جت مرققه هي مرققه، فانت قول اللي تقوله بقى. جت مفخمه هي مفخمه. ما انت طول عمرك بتقول يقيمون الصلاه وتتك كده، هتروح لورا يقول الصلاه. واحد جه من اللي بيعترضوا على المؤذنين هو مش عارف حاجه وبيتخانقوا خلاص، بس يعني جاي بقى لازم سبب عشان يقول لك يا عم ده بيبدا نقول حي على الصلاه، هو في حاجه اسمها حي على الصلاه؟ ما ينفعش. اجي اتخانق اقول له ايوه، اقول له لا ما يصحش برضه يقول كده، ما انها صح. انت لو وقفت قدام تقول ده حي على الصلاه كل الناس بره هتزعل منك، صح؟ صح ولا لا؟ دي روايه ورش. هو ورش هيقول لك كده. لو ورش هيبدا حي على الصلاه، اعتبرني ورش يا عم بدر، مالكش فيه بقى. لا اله الا الله، لازم هيبدا نقول حي على الصلاه، صح ولا لا؟ فالامور انت لما بتزداد تعلما بتلاقي العمليه معاك ايه؟ اوسع، وصدرك يوسع للناس، وتسمع اخطاء تعديها. شوف يا اخويا يقول لك ما هو في حاجات تاني انت لسه مش عارفها، هو هيلمس في حته تاني. على راي استاذي زمان اللي كان بيعلمني التجويد، فلما بدات اتعلم القراءات فرحت ازوره، فبقول لي اقرا لي شويه قراءات، فقريت من اللي انا اتعلمته من سيدنا الشيخ سعد. قال لي انت تصدق انا مش لسه اللي هو ناسي الموقف ده، ربنا يبارك في صحته. قال لي انت بتصحح اخطاء بنسمعها من الناس وبنقول دي اخطاء اتاريها قراءات اهي. وهو ده السر، ده السر اللي خلى القدامى حطوا شروط لمن يتقدم لإقراء الناس. عاوز تفتح كتاب؟ أيوة عاوز أفتح. تعال، لازم تجيد العربية تماما. إيه العربية دي؟ أسوق يعني؟ لا، اللغة العربية صوت وصرف ونحو وبلاغة. ليه يا عم ده أنا عارف الكتاب؟ اصبر بس. ولازم تعرف القراءات، على الأقل 5 قراءات منهم، يعني 10 روايات. ولازم تدرس الرسم، رسم شجر ونخل وكده، الرسم القرآني. طب ليه؟ لأنك إن كنت تجهل هذه المسائل ستتجرأ على إبطال ما صح تواترا. وحدث معي صغيرا، كنت في الكتاب كنت سامع لبعض العيال الصغيرة، فالعيال تقول إيه؟ يومئذ يصدر الناس أشهادا ليرى فما يعمل مثقال. لا، قرأت الكتاب فأنا سامع بقول إيه؟ يصدر. أروح جاي يا دي أمل في حاجة اسمها يصدر. يا لسه ما كنتش حفظتها أصلا، لسه بحفظ حفظ، بس بسمع لهم زي حالاتكم انتوا لما بتسمعوا لبعض، وعمال بقى في حاجه اسمها يصدر، قال يصدر ويقرا، يعني جاهل، ربنا يعافيك. فلذلك الشرط لما اتحط مش محطوط الحافا ولا ازاي. طيب لا، عاوز تتصدر لاقراء الناس اتعلم. انما لا، اصل الناس محتاج ايه اللي محتاج؟ قل من تصدر للتعليم واتم تعلمه. قل في من نعرف، قل من تصدر للتعليم ولم يتم تعلمه
وأتم تعلم. هذا قليل نادر، لأنه بينشغل، عامل زي البطارية، لا تشحن لا تفرغ، اختار اللي انت عاوزه.